السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا قصة الثوب الكويتي. اليوم مش نقص الثوب الكويتي على المقاسات الموجودة هنا. الطول 50 والكث 16.5، يد 23 ويس 20. بسم الله الرحمن. أول خطوة نسوي 9 هنش. إذا كان الطول 50 نسوي 9 هنش. هذا اللي وسع أقل من 23 ناخذه مرة واحدة، الطول مع 9 هنش حق الخياط. هذه طاقة عرضية. الآن المقاسات هذه بالهنش. الطول بزيادة 9 هنش 59، الوصلة كامل 59. نفرشه ونعطفه بالطول. نساوي سوا مع الطرف. الآن الكتف 16.5، نص 16.5 8 وربع، هذه 8 وربع. نزود حق الخياط 2.5 هنا للعطفات حق الظهر. نسوي 3 هنش تنزيله. هذا الثوب الكويتي نقصه من هنا إلى 3 الهنش. حق هنش ونص للرقبة هنا، 8 وربع، نص 16.5، وهنا 2.5 زيادة. الآن معي وسع الإبط 9، ننقص 2، نسوي هنا 7 بالشكل هذا شيز. الوسع 20. بالمكان هذا مكان الإبط لازم نزيد هنش ونص فوق 2.5، 20، 10 هنا. الوسع 10، وهنا 2.5 حق خياط، 1.5 زيادة للإبط. ننزل هنا 7 من الإبط لمسافة الجيب. نسوي 10، نص الوسع 20، نص 10، نسوي 2.5 حق خياط. يعني هنا بالإبط فقط نزود 2.5 و1.5 زيادة. نقص من الكتف للإبط. هنا المسافة 7 بالشكل هذا، ونقص من الإبط إلى الوسع. الآن معانا الخطوة 26.5، نصها 13 وربع. نسوي هنا 13 وربع ونص خياط. الخطوة تزيد نص فقط. هنا نرجع 12، نسوي هنا 13 3/4، نفس المسافة تحت 13 وربع زيادة نص حق خياط. نسوي المسطرة من راس الجيب إلى الخطوة، وهذه المسافة نقص نسطر ثاني. نقص المسافة هذه للخطوة. هذه بالنسبة للبدنات حق الأمام حق الخلف. هنا يزيد 2.5 الكتف، الإبط يزيد 2.5 و1.5
والوسع يزيد 2.5 نفس الكتف فقط. هنا الوسع ناخذه مرتين، مرة بالإبط ومرة بالوسع. هذا نقصه ثاني حق الظهر حق الغلبة. بقينا بالبدنة حق الأمام. نسوي الفتقة، المسافة حق الفتقة حق القبزور. الفتقة حق القبزور هنا اللي طوله 50 نسوي له 15. ندخل من هنا هنش إلا ربع، هنش إلا ربع نفس المسافة، هنش إلا ربع لمقابل 15. نقص للقبزور من هنا على مسافة هنش إلا ربع إلى 15، مسافة هنش إلا ربع من هنا. القطري نقصه من الوسط. هذا بالنسبة للبدنات حق الكويتي. الآن نقص اليدات. هذه البدنات الآن نقص اليدات. طول اليد 23 كبك. نسوي 3 تبرع حق الكبك. 23 طول اليد وهنش خياط 24. نشل الوصلة هذه ونعطفها على مقاس وسع الإبط. وسع الإبط 9، بحيث نسوي 9.5 للخياط. هذه 9.5 للخياط. تسعة ونص الخياط. نرجع من هنا إلى هنا 3 هنش، نقصها على شكل دائري. في قصة ثاني تختلف، يعني لازم بعض القصاصين يجي من هنا ويرجع هكذا أكثرهم، وهذه القصة خطأ. لازم تقتص بالطريقة هذه على شكل دائري. 9.5. هنا نخرج 3 حق الكبك. طول اليد 23 هنش خياط 24. نرجع من هنا من رأس اليد 4.5 بالهنش. الآن معي الكبك 8.5. هنا نقسمه على 2 4.25. هذه 4.25 نزيد 2 هنش بالمكان هذا، زيد 2 هنش 6.25. بمسافة 4.5 من هنا. نقص من 9.5 هنا إلى 6.25. ونخرج حق هنش أو هنش ونص من هنا. المكان هذا لازم يقتص على نص الكبك بزيادة 2 هنش المسافة هذه، وهذه نرجع عليها 4.5. هذه اليدات جاهز. الآن نقص الظهر. الكتف، هذا الكتف. الكتف لازم يكون العرض حقه على 7، أقل شيء 6. وطول الظهر أكثر من 16.5، يكون على 10 على 9. أهم شيء يجي ينقص على 16.5 بزيادة 1 حق الخياط. هذه نسوي رقبة سادة.
الظهر والرقبة قصينا. الآن نقص القبزور الصغير والكبير وجيب الصدر. نقص على 20. هذا القبزور الصغير لا يقل عرضة على 3 إنش، وهذا القبزور الكبير 4 إنش، وهذا جيب الصدر. لازم الجيب الصدر حق الكويتي يكون دبل بالشكل هذا، لأنه يتركب مقفل. الآن بقي لنا الجيوب والكبكات. هذه الجيوب مرتين نعطيها القماش. طول الجيب على 15.5 نسوي. صارت معانا 4 أوصال، 1 2 3 4. هذه الثنتين نقصهم ريش، واللي تحت بيكون الغطاء. صارت معي 4 ريش هنا، وهذا الغطاء. بقيت معي الأوصال هذه نسويها كبك حشوة. الكبك 9 8.5. هنا معانا 10 بالراحة، زيادة هنش. انتهينا من قصة الثوب الكويتي. هذه البدنات، وهذه اليد، وهذه الجيوب، هذه الكبكات، قبزور صغير وكبير، جيب صدر، والرقاب. هذا الثوب الكويتي للأخير.